السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نسرد لكم القصة غريبة جدا، وهي أن مجموعة من الطلاب قاموا بالتسجيل بإحدى الجامعات في شمال المملكة، حيث أن الدراسة هناك أسهل ممن هي في مدينتهم، وسكنوا في إحدى القرى القريبة من جامعتهم. أخذ الطلاب يترددون على الجامعة، وفي نهاية العطلة الأسبوعية يعودون إلى مدينتهم للسلام على أهاليهم. وبينما أحد الطلاب يتجول في القرية لفت انتباهه امرأة كبيرة في السن ترعى غنمها في الصباح لتعود إلى منزلها المتواضع. في المساء رقت حاله لها وسأل أهل القرية عنها، فأجابوه أنها هكذا كل يوم تذهب بغنمها لترعى في الخلاء، وفي المساء تعود. سألهم وأين ولادها، أجابوه أنه ليس لها أحد في هذه الدنيا أبدا. سكت الطالب وذهب، لكنه شغل باله حال هذه العجوز. وفي يوم من الأيام بينما هو يراقبها اقترب منها ليحدثها، سلم عليها فردت السلام. سألها عن حالها، أجابت إن ليس لي أحد أبدا في هذه الدنيا. واخذا يتجذبان الأحاديث فسألها عن أمنيتها في هذه الدنيا، أجابت أتمنى أن أرى الحرم المكي والمدني واخذ عمرة وحج، لكن لا أستطيع لأنه ليس لي محرم يسافر معي. ذهب الطالب واخذ يفكر بأمرها وما تريده من هذه الدنيا سوى العمرة والحج. حينها أتته فكرة، بان يتزوج العجوز ومن ثم يذهب بها للحج والعمرة، وإذا عاد طلقها، وبذلك يكون قد حقق لها أمنيتها. وفي الصباح ذهب لإحدى المشايخ ليخبره بما أراد فعلة، أجابه بأنه عين الصواب، لكن اخبر العجوز أنا رغبت أتمنى لكم الزواج. ذهب الطالب للعجوز وطرح عليها الفكرة، أجابته بأنها موافقه على ما أراده، فعقد قران الطالب على العجوز، ومن ثم ذهب بها إلى مكة والمدينة وتركها حتى طابت نفسها فأدت فريضة الحج. وأخذت عمرة ثم عادوا. حينما عاد بلغها أنه انتهت مهمته وهو يريد تطليقها، قالت له دعني على ذمتك واذهب حيثما شئت لا عليك. تركها. انتهت دراسة الطالب في هذه المدينة، وأراد أن يرحل إلى مدينته. أخبر العجوز بأنه راحل إلى مدينته دون عودة، وأنه يريدان يطلقها. إجابته لا تفعل واذهب حيثما شئت. قال لها أنه لن يحضر إلى هذه المدينة أبدا. رضيت بذلك، لكنها رفضت أن يطلقها. ذهب الطالب إلى مدينته دون عودة ولم يطلق العجوز. وبعد مدة وبينما هو بأحدى مجالس الشباب، جلس أصدقائه يمازحونه ويسألونه عن العجوز وماذا حصل لها، أجابهم أنه لا يدري عن أمرها شيء. وبينما هو جالس لوحدة حدثته نفسه أنا يزورها العجوز ليرى ما أخبرها. وصل إلى مدينتها وذهب لقريتها التي تسكن فيها، سأل عنها. ضحك منه السكان وأجابوه بانها قد توفيت، حزن عليها. وبينما هو كذلك قالوا له بكل سخرية أتريد ميراثك منها، اذهب إلى منزلها المتواضع لتحصل على بقايا أغراضها القديمة. وهناك وجد الشاب بقشة صغيرة تحتوي على ثيابها، وبينما هو يتأملها بورقة صغيرة تسقط بين يديه وقد تم طيها بقوة، قام الشاب بفتحها لعلها وصيتها ليرى ما فيها، كي يفاجئ أنها ورقة لصك أرد ورثته من ابن عمها، حيث أن هذه الأرض تقع على شاطئ جدة، موقع استراتيجي. حينها أخذها الشاب وذهب إلى الأرض ليبيعها، فوجدها بأغلى ثمن، وهناك باعها ب3 ملايين ليعود إلى أصدقائه، وكله عزة وفخر بما عملة بتلك العجوز المسكينة، ولعل ذلك مكافأته على حسن نيته الصادقة. أعطاه الله على قدر نيته. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. النهاية. مع السلامة.